السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم فيه عن الdiaphragm valve. ماشي، طيب إحنا اتكلمنا عن إيه الفيديوهات اللي فاتت؟ إحنا اتكلمنا من أول الغرض من أنواع البلوف لغاية الplug valve. طيب إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم فيه عن الdiaphragm valve. طب يعني إيه كلمة diaphragm valve؟ كلمة diaphragm معناها زي حجاب أو زي حاجز. طيب الحاجز أو اللي هو محطوط هنا ده، إيه لازمته؟ هو عبارة عن طبقة كده من الرابر أو من الكاوتش. طب أنا باستخدمها ليه؟ لو نلاحظ هنا إن ده الديسك بتاعي، ولكن الفلو طول ما هو معدي كده، ففي طبقة حاجزة فاصلة ما بين إيه بقى؟ ما بين الديسك نفسه وما بين الفلويد اللي بيعدي، السائل مثلًا اللي بيعدي أو الغاز اللي بيعدي. فهو أنا ليه عامل الطبقة الفاصلة دي؟ في بعض الأحيان أنا بيكون عندي بعض المواد اللي أنا بانقلها بتكون مواد acidic، مواد حامضية. أو بعض المواد الأخرى اللي لمّا هتبدأ إنها تشم الريحة بتاعة الديسك جاي جنبها، هتبدأ إنها تاكل فيه، أو هتبدأ إنها تعمل له نَحْر جامد، أو هتبدأ إنها تعمل له تآكل كيميائي، أو تعمل معاه تفاعل كيميائي، أو تبدأ تعمل فيه corrosion نتيجة مثلًا إنها مادة حامضية. فأنا في الحالة دي، نتيجة إن أنا شايف إن أنا محتاج إن أنا أحمي ال الديسك بتاعي، فأنا قدامي أوبشنين. الoption الأولاني إن أنا أصنّع الديسك من مادة غالية أوي، بحيث إن هو يستحمل التفاعلات الكيميائية والأحماض والكلام ده، أو إن أنا أعمل الحاجة التانية. الحاجة التانية هو إن أنا أعمل زي حاجز أو فاصل يفصل ما بين الديسك اللي موجود وما بين الفلويد اللي أنا بانتجه. عشان كده فكروا إن هم يعملوا الحاجز أو الكاوتش اللي هو موجود هنا. الحاجز أو الكاوتش ده لما بيكون موجود فوق كده، والديسك برضه بيكون موجود فوق كده، ساعتها الفلو بيبدأ إن هو يعدي كده بدون أي مشاكل. يعني هو دلوقتي open بنسبة 100%. طب لو بدأ إن هو يريّح على الseat اللي هو موجود هنا ده، القبة اللي موجودة هنا دي، فهو في الحالة دي هو closed بنسبة 100%. طب لو بدأ إن هو يكون في المنطقة اللي هي في النُص ما بينهم دي، ساعتها هو في الحالة دي بيستخدم في العملية بتاعة الthrottling. طب خلّينا كده نشوف الفيديو الجاي بيوضّح لنا الفكرة بتاعة الdiaphragm valve شغّال إزاي. ده باختصار شديد الdiaphragm valve شغال عامل إزاي. أدي الماسورة وأدي البلف محطوط عليها. ده الديسك بتاعي وده الكاوتش أو الdiaphragm اللي إحنا قُلنا عليه، وده الseat نفسه اللي هو عبارة عن القبة اللي موجودة هنا دي. في بعض الأحيان القبة اللي موجودة هنا دي ممكن ما تكونش موجودة، فساعتها في الحالة دي ده برضه diaphragm valve ولكن من نوع آخر. هنتكلم برضه عنه في الslide اللي جاية. طبعًا الflow لمّا هابدأ إن أنا أرفع الديسك لفوق، الكاوتش هيبدأ برضه إن هو عن طريق إن هو مرتبط بالديسك، الdiaphragm أو الكاوتش عن طريق إن هو متصل بالديسك، فلمّا أنا هارفع الديسك لغاية فوق، الكاوتش ده برضه هيبدأ إن هو يرتفع لغاية فوق، فساعتها في الحالة دي الflow هيبدأ إن هو يعدّي من الشمال كده لغاية مثلًا اليمين. طب لو أنا ابتديت إن أنا أقفل، خلاص هاقفل الديسك، فبرضه الكاوتش ده هيبدأ إن هو إيه، يعمل throttling، فيبدأ برضه يريّح على الseat أو الهضبة اللي موجودة هنا. ده شكل بيوضّح لنا الdiaphragm valve شغال إزاي زي ما إحنا شايفين. آدي الكاوتش اللي إحنا قُلنا عليه، لمّا بابدأ إن أنا ألِف الطارة اللي هي موجودة فوق دي، ساعتها الstem هينزل لتحت، فالديسك نفسه هيبدأ إن هو ينزل لتحت، فساعتها برضه الكاوتش أو الdiaphragm هيبدأ إن هو ينزل لتحت، فيبدأ يريّح على الجزء ده، فساعتها كده هيعمل isolation للflow. طب هو هنا بيقول لك بيستخدم إمتى؟ برضه بيستخدم عن طريق إن أنا ممكن أنقل الslurries زي ما إحنا قُلنا المواد التقيلة الviscosity بتاعتها بتبقى عالية، زي مثلًا الخرسانة والمونة واللي هي مواد اللي هي إيه، فيها زلط وطوب ورمل والكلام ده. بيكون هي أصلًا القوام بتاعها عبارة عن مادة سائلة ولكن ماشي فيها مواد صلبة، ماشي. المواد الcorrosive زي ما إحنا قُلنا اللي بتعمل تآكل، المواد الsticky أو اللي بتلزق على الديسك نفسه أو ممكن تعمل لي مشاكل في الchemical plants. طيب إيه الdesign والoperation بتاعتها؟ هو بيقول لك عبارة عن زي ممبرين اللي هو الأسود اللي إحنا شايفينه ده، والseat اللي موجود، هو كل دوره إن هم مع بعض بيعملوا regulation للflow، بيتحكموا في الflow on أو off أو throttling في الflow. عندي hand wheel اللي هي موجودة فوق دي، شبه الgate أو الglove valve، لمّا هابدأ إن أنا ألففها الديسك هيبدأ إن هو ينزل أو يطلع، وبالتالي أنا باعمل on وoff أو throttling للflow. عندي الstem ده متصل بحاجة اسمها الكمبريسور ده بيبدأ إن هو إيه، يضغط على الdiaphragm. طب هو فين الكمبريسور؟ الكمبريسور اللي هو الديسك ده، الديسك ده
بيتقال عليه كومبريسور. طب ليه بيتقال عليه كومبريسور؟ لان هو بيضغط على الديافرام نفسه، فالديافرام هو اللي بيعزل الفلو. الحقيقه ان الديافرام عشان هو اللي بيعزل الفلو، ففي الحاله دي ساعات بيتقال على الديافرام ان هو الديسك نفسه، هو الديسك اللي بيتحكم في الفلو. عشان كده بدل ما بيتقال على بتاع اللي لونه اصفر ده ديسك، هو بيتقال عليه ان هو كومبريسور. ليه بيتقال عليه كومبريسور؟ لان هو ضاغط. لما انا هبدا الف الطاره دي، الاستم هيبدا ان هو ينزل لتحت، فالجزء الاصفر اللي هو الضاغط ده هيبدا ان هو ينزل لتحت، فهيضغط على الديسك بقى، اللي انا في الحاله دي الديافرام ده هقول عليه ان هو ديسك. فساعتها في الحاله دي الديسك او الديافرام هيبدا ان هو يفرد على القبه اللي موجوده هنا دي، فهيبدا ان هو يعزل الفلو بتاعي. طبعا بيقول لك ان الانترنال بارتس ما بتتقابلش مع البروسيس ماتيريال، يعني الجزء اللي فوق ده كله هو مش شايف البروسيس ماتيريال. طبعا نتيجه الديافرام اللي هو موجود هنا، فهو في الحاله دي اصلا الفلو عمره ما هيطلع ويلمس فيه الضاغط او الاستم اللي موجود فوق ده. ماشي، يبقى ده برضو الحاجه اللي بعد كده، هو بيقول لك ان الديافرام لما يبدا ان هو آه مثلا محتاج ان انا احركه، ده بيكون عن طريق الهاند ويل نفسها. طب البريشر ليميتيشن بيقول لك ان الديافرام بيستخدم في الضغوط القليله، وده نتيجه ان الديافرام نفسه اللي هو الكاوتش ده او الديسك ده نفسه، لما يبدا ان هو يتعرض لضغوطات عاليه ممكن يبدا ان هو يطق او يفرقع. طب الماتيريال، يقول لك ان الماتيريال اصلا بتاعه الديافرام هو عباره عن ماده زي الرابر او البلاستيك، عباره عن كيميكال ريزيستنس، يعني مضاده للتفاعلات الكيميائيه. طيب الباكينج ابسنس، بيقول لك هنا انا في الحاله دي ما عنديش اصلا باكينج، لان انا اوريدي في الحاله دي اصلا الديافرام اللي انا بستخدمه كانه هو الباكينج بتاعي، هو بيعمل سيل للفلو، ما فيش اي فلو هيعدي من هنا الناحيه الثانيه نتيجه ان الديافرام نفسه موجود. فساعتها في الحاله دي انا ممكن اصلا ما يكونش عندي باكينج موجود هنا عادي، كده كده الحته ديت عادي لو هي معرضه للاتموسفير بدون اي مشكله مش هيحصل اي حاجه. ولكن في بعض الاحيان الاخرى، ساعات في بعض الاحيان يجي يقول لك احنا برضو ايه زادت تاكيد هنحط هنا باكينج. طيب ده شكل اخير للديافرام فالف، شكله عامل ازاي؟ زي ما احنا شايفين عندنا نوعين منه. النوع الاولاني بيتقال عليه ديافرام فالف، النوع التاني بيتقال عليه ستريت ثرو ديافرام فالف. ده النوع الشائع والكومن بالنسبه لنا، هو ان في الوير او القبه اللي موجوده هنا دي، ال- الديافرام نفسه بيبدا ان هو ايه ينزل عليها كده يقفلها. طيب لو انا ما عنديش القبه دي اعمل ايه؟ لو انا عاوز اعمله ستريت كده، فبيكون اسمه ستريت ثرو ديافرام فالف. ده شكل موجود وده برضو شكل موجود. دي الهاند ويل لما هبدا ان انا الففها، الستيم نفسه هيبدا ان هو ينزل لتحت، فساعتها في الحاله دي الكمبريسور نفسه اللي هو الديسك اللي هو اللي هنا ده، هيبدا ان هو يعمل ايه؟ هيبدا ان هو يضغط على الديافرام نفسه. فالديافرام لو هو موجود هنا هيكون اوبن، ولكن لو موجود على الوضع اللي موجود تحت ده فهو في الحاله دي هيكون كلوزد. ماشي، نفس الفكره برضو هنا، هو هنا في الحاله دي اوبن، لو بدا ان هو ينزل لتحت كده فهو في الحاله دي برضو هيكون كلوزد. ماشي. طيب يبقى انا دلوقتي عندي الوير ديافرام فالف. الوير عشان في الوير اللي هي موجود هنا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، عباره عن زي وير او دان زي هضبه كده موجوده هنا على الفالف بادي موجود نفسه. الفلوت بيبدا ان هو يعدي من فوق الوير، بيبدا ان هو يعدي كده، يعني بيطلع لفوق بينزل لتحت تاني. ماشي. بيقول لك ممكن يحصل لارج بريشر دروب، يعني في لوسس عاليه بتحصل هنا نتيجه طبعا ان الفلو بيعدي من مساحه صغيره. فنتيجه كده هم قالوا ايه، خلاص احنا ما نخليش الوير دي موجوده ونخليه ستريت كده، فانا كده قللت اللوسز بتاعتي. ماشي. ماشي. بيقول لك ان انا عندي هنا الديافرام بتاعي بيكون ديورابل، يعني بيقف فتره كبيره ما بيبص، وفي الحاله دي برضو بيكون سك، بيكون تخين شويه. طيب النون وير بقى اللي هو الستريت، في الحاله دي برضو بيكون عندي الفلكسبل ممبرين عندي، والبريشر دروب برضو بيكون بناء على البوزيشن بتاع الديافرام. لو الديافرام مفتوح بنسبه 100%، فانا البريشر لوس عندي هتكون قليله. طب لو ابتديت ان انا اعمل ثروتلنج، ساعتها البريشر لوسز هتبدا انها تزيد. طب بالنسبه بقى للابلكيشن، بيقول لك ان الديافرام فالف بيستخدم في حاله الكروسيف فلويدز زي ما احنا قلنا قبل كده، مواد بتعمل تآكل، او الالترا بيور فلويدز يعني فيها شوائب كتيره، او فيها بعض مثلا المعادن اللي ممكن تبدا انها تترسب على الديسك نفسه. فساعتها في الحاله دي هو هيكون مناسب. كذلك برضه بيكون مناسب في الابلكيشن بتاعت اللو بريشر زي ما احنا قلنا، الضغوط القليله
وكمان درجات الحرارة المتوسطة أو قليلة، أو برضه لو أنا عندي fluctuation بسيط في الflow out temperature، يعني لو في تفاوت بسيط في درجات الحرارة أو الضغط تمام. ولكن لو لقيت مرة واحدة إن الضغط عمّال يزيد ويقل أو درجة الحرارة عمّالة تزيد وتقل، ففي الحالة ديّة الdiaphragm valve مش هيكون مناسب. إحنا كده خلّصنا الفيديو بتاع الdiaphragm valve، ده كان كل اللي إحنا محتاجين نتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده، وشكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.